وأنا فهمتكم. يا نعم أنا فهمت الجميع. 17 ديسمبر 2010 محمد البوعزيزي الخضار التونسي غادي يشعل العافية في نفسه احتجاجا على الفقر والبطالة، احتجاجا على الحقرة اللي حس بها بعد ما صفعته الشرطية لأنه رفض يعطيها رشوة باش ياخذ بلاصة في السوق. هذا الحادث أثار غضب واسع في جميع أنحاء البلاد، وخرجت مظاهرات كبيرة مطالبة بالعدالة للبوعزيزي. لكن الرد العنيف اللي تلقاته هذه المظاهرات من القوات الحكومية حول مطالب المتظاهرين من العدالة إلى إسقاط النظام. هذه الأحداث وغيرها مهدت لما سمي فيما بعد بالربيع العربي، واللي داز من تونس إلى مصر وليبيا ودول أخرى. فشنو أسباب ثورات الربيع العربي؟ شنو كانت النتائج ديالها؟ كيف تم القضاء عليها؟ خلال فترة حكم زين العابدين بن علي في تونس، هو ونظامه كانوا كيسيطروا على البلاد بقوة. كانوا كيقوموا بانتهاكات واعتقالات تعسفية للمعارضين والنشطاء السياسيين، ناهيك عن حالات التعذيب والاختفاء القسري. نظام بن علي كان معروف بمستويات عالية من الفساد، حيث تم تفريغ الخزينة العامة للدولة واختلاس الأموال من قبل بن علي وعائلته والأشخاص المقربين منه. بن علي قمع حرية التعبير، قيد حرية الصحافة والإعلام، وكان كيخلع الصحفيين والنشطاء الحقوقيين. في العهد ديالو تم حظر جميع الأنشطة السياسية المستقلة. البلاد كانت كتنهار، وبن علي ومن معه كانوا كيهربوا الأموال للبنوك الخارجية. هادشي اللي ادى لسخط كبير وسط الشارع التونسي اللي كان كيتسنى الشرارة اللي غادي تولد الانفجار. أفاد مصدر بوزارة الصحة العمومية أن الشاب محمد البوعزيزي توفي مساء الثلاثاء بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس، حيث كان يعالج من الإصابات التي طالته جراء محاولته حرق جسده قبل أسبوعين بسيدي بوزيد. بعد وفاة البوعزيزي خرجت مظاهرات عارمة بجميع أنحاء البلاد، كلها كان عندها مطالب الإصلاح والعدالة الاجتماعية. البداية قام بن علي على التعبير عن التفهم ديالو لمخاوف المحتجين، ولا خطة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية مهمة. ولكن صعدت الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وبعد ما فشلت خطابات بن علي الإصلاحية، ظهر في التلفازة وألقى خطبة كيتحدث فيها المتظاهرين وكيعلن أنه ما غاديش يتنحى على السلطة وغادي يواجه المحتجين بالقوة. الرد القاسي من نظام بن علي أكد للتونسيين أنهم باش يوقفوا الثمار الفاسدة خاصهم يقطعوا الشجرة الفاسدة، وهاد الشجرة كانت إسقاط بن علي. الاحتجاجات توسعت في ولاية سيدي بوزيد، ومع تزايد المشاحنات بين المتظاهرين والشرطة توفوا جوج الناس في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن. هادشي اللي أدى لتفاقم موجة الغضب اللي بدات كتخرج عن السيطرة شيئا فشيئا. رغم موجة الاعتقالات ديال الناشطين والسياسيين والحقوقيين، المطالب ديال المتظاهرين حولات إلى إسقاط الرئيس والرحيل الفوري ديالو. زادت توسعت موجة الاحتجاجات بسرعة باش تشمل جميع الفئات المجتمعية ومختلف المدن والمناطق في تونس، وانضم لهذه الاحتجاجات الشبان والعمال والفلاحين والطلاب وأفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية. واستمرت هذه الاحتجاجات والمظاهرات الأسابيع عديدة بشكل يومي، وزاد حجم المشاركين فيها بشكل ملحوظ. وطالب المتظاهرين بإسقاط نظام زين العابدين بن علي، هادشي اللي أدى إلى قلق دولي وضغط كبير على نظام بن علي، حيث مع تصاعد الضغط وتحسن موقف الثوار انضم بعض أفراد الشرطة والجيش إلى الاحتجاجات وبدأوا تضامنهم مع المتظاهرين. مع كل هذه الفوضى اللي كانت كتعيشها البلاد، بن علي فهم أن هذه المظاهرات ليس كسابقها. وفي يوم 14 يناير عام 2011 زين العابدين بن علي هرب من البلاد. الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحرة، المجد الشهداء، الحرية للتواسى، يا تواسى يا مهجرين، يا تواسى يا اللي شدتوا الحبوسات، يا تواسى يا اللي عذبوكم، يا تواسى يا اللي قهروكم، يا تواسى يا اللي غبنوكم، يا تواسى يا اللي سرقوكم. اتنفسوا الحرية، شعب تونس اهدالنا الحرية. يحيا شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية، المجد للشهداء. يا توانسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب بالشعب التونسي، بن عليه هرب. بعد هروب بن علي
انقلبت الأوضاع السياسية في تونس، شهدت البلاد فراغ سياسي كبير، وتشكلت حكومة وحدة وطنية، وبدأت جهود الانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد، وتم انتخاب مجلس تأسيسي باش يديروا الدستور الجديد، وجريت انتخابات حرة ونزيهة لاختيار أول رئيس ديمقراطي منتخب في تاريخ تونس. نحب بلدنا تكون علمها مرفوع بين الأمم. شكلت الثورة في تونس مصدر إلهام كبير للشعوب العربية بما في ذلك المصريين كانوا كيعيشوا تحت حكم مبارك لفترة طويلة. النجاح النسبي للثورة التونسية دفع بالمصريين إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق التغيير. نظام مبارك كان أسوأ بمراحل من نظام بن علي، الدكتاتور اللي حكم البلاد بقبضة من حديد بعد اغتيال أنور السادات لمدة تقارب 30 عام من سنة 1981 إلى سنة 2011. مبارك كان واجهة للفساد والقمع، بداية بتزوير الانتخابات والتدخل في العملية الانتخابية، ثم تغيير القوانين الانتخابية والدستورية بداكشي اللي كيناسب مصلحة النظام والحزب الحاكم. كذلك ضايق وطارد المعارضين والنشطاء السياسيين، وسكت أي واحد كيدافع على حقوق الإنسان. في عهد حسني مبارك زادت معدلات البطالة بين الشباب والخريجين الجدد، هادشي اللي أدى إلى تفاقم الفقر والتوتر الاجتماعي. شهدت الخدمات العامة مشكلات وتدهور كبير، وهادشي بالتأكيد أثر على التعليم والرعاية الصحية والإسكان. رغم المحاولات الإصلاحية ديال مبارك، مصر كانت كتغرق. وفي بداية العام 2011 بعد ما العالم سمع عن نجاح التونسيين في إسقاط الدكتاتور بن علي، بدأت أصوات داخل الشعب المصري كتدعو بالتحرك والانتفاضة ضد الدكتاتور الآخر حسني مبارك. ما كانش متوقع أن الشعب مقدور يدير شي حاجة، بل هو كان مرتاح من تلك الناحية. لكن 25 يناير 2011 قام آلاف المحتجين بالاحتشاد في ميدان التحرير وسط القاهرة في مدن مصرية أخرى، مطالبين بتغيير النظام السياسي وإسقاط نظام حسني مبارك. المتظاهرين كانوا كيطالبوا بإنهاء الاستبداد السياسي وتحسين الحريات ومكافحة الفساد والتوزيع العادل للثروة. مبارك وفي محاولة تلبية مطالب المتظاهرين عين نائب رئيس للجمهورية، وهو الرئيس السابق لمخابرات الجيش المصري عمر سليمان، وكان هذا أول تعيين لنائب رئيس في تاريخ مصر الحديث. في محاولة لاستعراض القوة ديالو وإخماد الاحتجاجات، ألقى مبارك خطبة على التلفاز أعلن فيها أنه غادي يتنازل عن الرئاسة بعد ما تنتهي الولاية ديالو الحالية في سبتمبر 2011. وهادشي مرضاش المحتجين اللي كانوا كيطالبوا بالرحيل الفوري ديالو، ليقوم النظام بفرض حالة طوارئ ومنع التجمعات الكبيرة، وألغى حق التظاهر. واستخدمت الشرطة والجيش القوة باش يفضوا الاحتجاجات محاولة لاحتواء التوتر. هادشي أسفر عن وقوع اشتباكات وضحايا، لكن جميع محاولات النظام ناجحة لاحتواء الثورة فشلت، لأن المصريين ضاقوا ذرعا بالظلم والاستبداد. و 11 فبراير 2011 بعد حوالي 18 يوم من الاحتجاجات المستمرة، أعلن حسني مبارك على استقالته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. فعلها المصريون وأسقطوا حسني مبارك. بعد رحيل مبارك المصريين قد يكونوا على موعد مع الديمقراطية. أعاهد الله وأعاهدكم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.
هذه الموجة من السخط على الأنظمة القمعية العربية انتقلت من دولة إلى أخرى، والربيع العربي كان في كل مكان، لكن عدة أحداث قلبت المعادلة. إذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وتخلي معك كومنتير زوين. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غيكون على ليبيا وكيف تم إسقاط نظام القذافي.